عارف يعني ايه دلال مقابر؟ دي مش شغلانة عادية، دي تجارة في الموت، بس مش زي ما انت متخيل. الناس اللي بتدور على مقبرة تشتريها او تأجرها لحد من قرايبهم اللي مات بيروحوا لحد اسمه دلال مقابر، شخص عارف كل المقابر اللي ممكن تلاقي فيها مكان فاضي. بس الغريب بقى ان بعض الدلالين بيتكلموا عن حاجات بتحصل جوه المدافن، ناس بتدخل وما بتخرجش، مقابر بتتباع مرتين، وجثث بتختفي. في إشاعات بتقول إن بعض الدلالين متورطين في سرقة جثث أو بياعينها لناس بتستخدمها في السحر أو الطب الشرعي بشكل غير قانوني، وفي اللي بيحكي عن مقابر بيحصل فيها طقوس غريبة بالليل. طب هل ده حقيقي ولا مجرد خرافات؟ اللي متأكدين منه إن تجارة المقابر بقت مليانة غموض، وبين كل قبر وقبر في سر ممكن ما يتكشفش أبدا. لو قابلت دلال مقابر، تسأله عن الأسعار ولا تسأله عن الحكايات اللي مخبيها؟